مش عارف بندق وبندق اتاخر عن عادتهم المره دي في حوار البيض، طول اول مره دي وشكلهم واخدين على نفسيتهم بسبب انه ما بيطلع لهمش زغاليل. والصراحه انا كمان واخد على نفسيتي من الموضوع ده لان محبط قوي بسبب اللي بيحصل معايا ده والله. وفعلا سرق اللي قالها حمام الناس ناصح اللي عيان. اي والله مش عارف اشيل زغاليلهم امتى. وفي عز خنقه لقيت التليفون بيرن، قلت خير يا رب اللي بيرن عليا في الساعه الضيقه دي. لقيت واحد حبيبي وما سمعت صوته من زمان، ففتحت بسرعه وقلت له الو. ايوه يا محمد، عامل ايه؟ يا اخبارك واخبار امك؟ والله وحشني. فلقيته بيقول لي مش وقت الكلام ده، وانا بكلمك في وقت تاني بس في مصلحه وجوز حمام فخمين، هبعت لك فيديو ليهم ولو تعرف تاخدهم او تمشيهم مشي. قلت له خلاص بس كده ابعتهم لي على الواتس بسرعه انا مستني الرساله. وما لحقتش اقفل ولقيته قام بعتهم لي على الواتس ولا اللي كان قاعد في المحادثه. وطلعت التليفون ووقت ما فتحت المحادثه انبهرت من اللي انا شايفه. لقيت جوز قص شخاش لعقول من الممنوعات، من اللي ما عادش في منهم واللي عنده منهم كداب. اللهم صل على النبي، ربنا يبارك لصاحب النصيب اللي هياخدهم، والرقم مكتوب اهوني اللي عايزه متواصل معاه خاص. ويا تلحق يا ما تلحقش الخلي وبيجيب ممنوعات، ومستني اي حد يدخل لي على الواتس على الرقم اللي مكتوب ده. واهم شيء في الموضوع انك تصلي على النبي.